تصوير ايه اللي انت مكلمني عليه فيه؟ يا مستر في منهج متراكم يا مستر، ما ينفعش. متراكم مين ده؟ انا لسه مصلي العيد. معلش. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي. ادي الباب مش راضي يدخلنا كمان. ده حتى الباب مش راضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهو بالجلابيه ويوم العيد وجايين نصور عشان خاطر حضرتك، عشان زي ما قلنا لك احنا معاك وفي ظهرك. اتمنى بقى انت تدعمنا لايك وشير وسبسكرايب وتتابع الفيديو للاخر لان هيبقى فيه مفاجآت، وما تنساش تتابعنا على قناه الواتساب لان هينزل عليها مفاجآت كتيره قوي. النهارده بقى بنتكلم على ايه؟ على النشاط السياحي في قاره اسيا، في قاره اوروبا. ورقك قلمك لو انت بتتفرج على الفيديو ده في العيد، كوبايه الشاي بلبن، شويه البسكوت بيتي فور، ويلا بينا صلوا بينا على النبي. النهارده بقى بنتكلم في درسنا الثالث في الوحده الثالثه، بنتكلم على النشاط السياحي في قاره اسيا وقاره ايه؟ وقاره اوروبا. تختار لون ايه يا ابو حميد؟ لون ايه يا ابو حميد؟ ازرق. شكرا. يلا تمام. فاحنا اساسا في درسنا النهارده يا اولاد احنا بنبتدي نتكلم فيه على مقومات السياحه، بنتكلم على حركه السياحه، وكمان بنذكر مواقع التراث العالميه في قاره اسيا وقاره اوروبا، وبنتكلم اكيد على المشكلات اللي بتواجه السياحه، وفي نفس الوقت بنتكلم على الجهود اللي بتعملها او بتبذلها قاره اسيا وقاره اوروبا عشان تقف قصاد المشكلات او تحل المشكلات اللي بتواجهها السياحه في قاره اسيا وقاره اوروبا. ورقتك وقلمك ورقتك وقلمك معايا، ويلا بينا نمسك درسنا عنصر عنصر. السياحة هي نشاط، ونشاط مهم جدا جدا، لان عن طريق السياحة بتزود لك الدخل القومي، بتدخل لي فلوس، بتدخل لي عملة صعبة، عملات اجنبية مختلفة. مش شرط ان مثلا مصر هي بس اللي تدخل لها عملات ايه مختلفه، ما بقيه الدول او بقيه القارات التانيه بيدخل لها عملات ايه مختلفه. قال لك احنا عندنا اول حاجه بنتكلم فيها على مقومات السياحه. ايه اللي بيخلي في اي مكان نقول على المكان ده مكان سياحي؟ قال لك ان انت عندك بتنقسم المقومات الى نوعين، هي مقومات طبيعيه، مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. ثانيه واحده عايزين نزود الخط سيكا، خط صغير قوي انتوا مش هتشوفوه. بس شكرا. تمام. فانت عندك اول حاجه، نرجع تاني ان المقومات عندك نوعين، مقومات طبيعيه مقومات بشريه. قال لك المقومات الطبيعيه لازم يكون عندك موقع جغرافي متميز. طب بعد كده لازم يكون عندك مظاهر سطح، لازم يكون عندك مناخ معتدل، لازم يكون عندك تنوع ما بين الحياة النباتية وكمان الحيوانية. طيب ايه تاني بقى؟ قال لك بقى المقومات البشرية اللي بتخليك اللي بتخلي عندك او بتخلينا نقول ان انت عندك سياحة. قال لك ان انت لازم يكون عندك مواقع تاريخية واثرية، لازم يكون عندك تنوع اجتماعي وثقافي، لازم يكون عندك شبكات بنية تحتية، يكون عندك تسهيلات الضيافة والإقامة. تسهيلات الضيافة والإقامة. تمام. نكمل. تعالى بقى نمسك كل مكون من المقومات دي ونبتدي نشوفها في قاره اسيا قاره اوروبا. قال لك اول حاجه في قاره اسيا ان قاره اسيا اساسا هنتكلم على اول حاجه المقومات الطبيعيه. قال لك ان قاره اسيا تقع بالقرب من مكانها فين؟ قال لك تقع بالقرب من قاره اوروبا، قريبه من قاره اوروبا، وكمان قريبه من قاره استراليا. ما تنساش استراليا تحت في جنوبها، وكمان قاره ايه؟ قاره افريقيا. طيب يا مستر يبقى احنا كده عندنا اول مقوم اللي هو المقوم الطبيعي اللي بيؤدي الى وجود السياحه واللي بيخلينا ان احنا نقول ان احنا البلد دي فيها سياحه والقاره دي فيها سياحه، اللي هو الايه؟ اللي هو الموقع. موقع قاره اسيا موقع متميز، دي قريبه من اوروبا، كمان استراليا، كمان افريقيا قريبه من اوروبا، كمان استراليا، كمان افريقيا. طب لو بصيت قصادها بقى نفس العنصر اللي احنا بنتكلم عنه قاره اوروبا، قال لك قاره اوروبا موقعها الجغرافي موقع متميز، ده خلاها قريبه من المناطق الرئيسيه المصدره للسياحه. طيب ايه المناطق الرئيسيه المصدره للسياحه اللي الناس بتيجي من عندها الاماكن السياحيه بتزور الاماكن السياحيه دي؟ قال لك الناس اللي عندهم هوس السياحه موجودين في امريكا الشماليه، وموجودين في شمال افريقيا،
وموجودين في دول غرب قارة آسيا، في دول جنوب غرب قارة إيه؟ دول جنوب غرب قارة آسيا. يبقى احنا كده عندنا أول عنصر، عرفنا إن قارة آسيا وقارة أوروبا الاتنين بيمتلكوا موقع جغرافي متميز. دي قريبة من 3 قارات، ودي موقع جغرافي موقعها موقع متميز، قريبة من الدول المصدرة للسياح. زي مين؟ زي أمريكا الشمالية، زي أفريقيا، زي جنوب غرب قارة آسيا. طيب نخش على العنصر الثاني او المقاوم الطبيعي الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو مظاهر السطح. قال لك بتتنوع مظاهر السطح تنوع واضح. يعني قارة آسيا قارة أوروبا بيكون فيها تنوع واضح، سواء فين؟ في القارتين، سواء في قارة آسيا أو في قارة أوروبا. طب ده بيساعد على إيه؟ بيساعد على تنوع أنماط السياحة. وكلمة أنماط هنا يا أولاد تعرف إن هي أنواع. فهنا احنا عارفين كده كده من الابتدائي، من 6 ابتدائي، ان اساسا السياحه كذا نوع: سياحه ثقافيه وسياحه دينيه وسياحه علاجيه، انواع كتيره قوي. قال لك ان التنوع ده هيؤدي برضو الى تنوع ايه؟ تنوع انماط السياحه او تنوع انواع السياحه. يبقى عندي انواع كتير من السياحه. يبقى المظاهر التدريسيه لما تتنوع هينتج عنها ايه؟ هينتج عنها تنوع انماط السياحه. طب ايه اشهر مظاهر السطح اللي جاذبه للسياحه؟ لو رحت قارة آسيا هاخدك في رحلة وهطلعك جبال الهيمالايا. وجبال الهيمالايا انت عارف في الترم الأول دي موجودة في وسط آسيا، الله ينور عليك. ويلا بينا ننزل ونروح على هضبة التبت. هضبة التبت هنلاقيها في الصين. ولا يلا نعمل الهانيمون ونروح جزر المالديف، ودي في المحيط الهندي. ودي عبارة عن مجموعة من الجزر المرجانية اللي اتكونت، يعني بيعيش فيها حيوان المرجان، بيعيش فيها حيوان الايه؟ المرجان. وكمان الشواطئ بتاعتها شواطئ رملية. شواطئ ايه؟ رملية بيضاء، والمية فايرو زي صيفية. يا سلام يا سلام، اما انتوا عليكم حركات انتوا يا متجوزين. تمام؟ يبقى انت كده عندك ايه؟ اول حاجة لو هنروح اسيا يلا بينا جبال الهيمالايا موجودة في وسط اسيا. زهقت انزل يلا على هضبة التبت موجودة فين؟ في الصين. يلا بينا نعمل هانيمون في جزر المالديف في المحيط الهندي، ده فيها جزر مرجانية، شواطئ رملية بيضاء، مياه فيروزية صافية. يعني شوفوا بيفتحوا عينين العيال الصغيرة من هم عندهم قد ايه؟ من عندك تانية اعدادي. بيوعيك يا بت لما تكبري كده وتتجوزي اقل من جزر المالديف ما تروحيش. اقل من جزر الايه؟ المالديف ما تروحيش. بقول لك جزر مرجانيه، شواطئ رمليه، مياه فيروزيه صافيه. طب بعد كده قال لك بعد كده اللي انت عندك الايه؟ الصحاري. في هناك في قاره اسيا صحاري حاره وكمان صحاري معتدله ذات ظاهرات متميزه. قال لك هناك تلاقي كثبان رمليه، تجمعات من الرمال، وتلاقي اوديه جافه تمام كانت تملؤها المياه، وتلاقي جبال بركانيه. يبقى انا لو عايز اروح اسيا يلا بينا نروح على الهيمالايا في وسط اسيا. هننزل التبت في الصين. هضبة التبت فين؟ في الصين. زهقت هروح جزر المالديف في المحيط الهندي. دي جزر جنب بعض، جزر رملية بيضاء مياه فيروزية، يعني حاجة دلع من اللي هي. بعد كده هلاقي صحراء حارة كمان معتدلة فيها ظاهرات متميزة، كثبان رملية، أودية جافة، فيها كمان جبال بركانية. طيب أنا زهقت من آسيا، عايز أروح أعمل سياحة، عايز أروح أعمل سياحة في أوروبا. ولا خلي بالك يلا دي كلها احنا بنحلم، احنا بنحلم يلا. انت لسه قاعد هنا، سياحة ايه اللي تعملها يلا؟ انت لسه عندك بعد العيد حوارات، امتحانات، مراجعات، مكثفات، فاينل بيقرب. انت اصحى، فوق فوق يلا فوق. تمام؟ قال لك طيب فلو روح عايز اروح اوروبا، قال لك هتروح هناك هتلاقي جبال مشهوره بالسياحه العالميه. يا سلام، عندك جبال القلب، بس مش القلب اللي بالقاف، باللام. جبال ايه؟ جبال القلب، جبال البرانس، جبال القلب، جبال البرانس، جبال القلب، جبال البرانس، جبال القلب، جبال البرانس. طيب هتروح شلالات الراين. الاسم ده انا سمعته قبل كده، ده نهر الراين. الله ينور عليك. بس في شلالات اسمها شلالات الراين موجوده في دوله
سويسرا اللي كلها فلوس دي. تمام. قال لك كمان عندها جزر طبيعيه خلابه. عندك جزيره اسمها جزيره سكاي في اسكتلندا، عندك جزيره كريت وفي اليونان. يبقى نقول تاني، عندنا جبال مشهوره بالسياحه العالميه، عندنا جبال مشهوره بالسياحه العالميه في قاره اوروبيه، في قاره اوروبيه جبال الألب والبارانس شلالات الراين دي في سويسرا، جزر ذات الطبيعه طبيعه خلابه. جزيره سكاي دي في اسكتلندا، جزيره كريت دي في اليونان. صلوا على رسول الله. طيب قال لك بعد كده عندك المناخ. المناخ غلط، ايه اللي انا بقوله ده؟ المناخ قصدي، سوري. عندك المناخ. احنا حبيب قلبي ما تحرمش منك حبيبي والله. تمام. عندك المناخ. قال لك المناخ من المناطق الجاذبه للسياحه. من المناطق الجاذبه لايه؟ للسياحه. قال لك معظم ايام السنه في قاره اسيا موجوده فين؟ قال لك ايه المناطق اللي هي دايما جاذبه للسياحه معظم ايام السنه في قاره اسيا؟ قال لك انت هتروح شرق اسيا، منطقه جذب سياحي. هتروح بلاد الشام، بلاد الشام هتروح هناك يعني سوريا ولبنان، خي تومية فتوش حبيبي. تمام. هتروح تركيا. يبقى من المناطق الجاذبه للسياحه في معظم ايام السنه لاعتدال مناخ، لان مناخ معتدل. هتروح شرق اسيا بلاد الشام وكمان تركيا. شرق اسيا بلاد الشام وكمان تركيا. طب اوروبا؟ قال لك بتقع ضمن الاقاليم المناخيه المعتدله. يا بنت المحظوظه يا اوروبا. طب ده هينتج عنه ايه؟ قال لك هينتج عنه ان هيجي لها عدد كبير قوي من السائحين. هيجي لها عدد كبير قوي من الايه؟ من السائحين في معظم ايام السنه. بيجي لها فلوس كده من هوا بسرعه. طيب قال لك بعد كده فاضل لنا اهم مقاوم اللي هو تنوع الحياه النباتيه والحيوانيه. قال لك تتنوع النباتات والحيوانات في قاره اسيا وقاره اوروبا. طب بنسبه كبيره ولا نسبه صغيره يا مستر؟ لا يا عم بنسبه كبيره، ده بشكل كبير. طب والتنوع ده، ما انا بقول لك ان ده مقوم طبيعي. المقوم ده هيعمل ايه؟ هيجذب العديد من السائحين. هيجذب العديد من ايه؟ من السائحين للاستمتاع بجمال الطبيعه. الاستمتاع بجمال الايه؟ الطبيعه. عشان كده الدوله حطت قوانين. القوانين دي هتعمل بيها ايه؟ قال لك حمايه المحميات الطبيعيه. حمايه المحميات الايه؟ الطبيعيه والمتنزهات الوطنيه، الحدائق. يعني ما تخشش وانت داخل كده زي ما انت داخل في ايام العيد الايام الجايه معاك شنطه فسيخ، شنطه رنجه وزعزعتين قصب وداخل. في اخر اليوم الناس تخش تلاقي الجنينه بقت مزبله. زباله هنا وفسيخ هنا وشرابات هنا مقلوعه وقصب هنا متاكل وبلاوي زرقاء. تمام. فقال لك لا، احنا لازم نحافظ على الايه؟ على المتنزهات الوطنيه عشان نحقق السياحه البيئيه. احنا حققنا حاجه واحده من السياحه البيئيه، حققنا البيئيه بس الثانيه مش بتاعت الدرس. طيب مين اكتر دول اوروبا اللي تضم متنزهات وطنيه؟ يعني عندها حدائق وطنيه كتير. اوكرانيا. صلوا على رسول الله. احنا كده يا اولاد نكون اتكلمنا على المقومات الطبيعيه. يبقى احنا عرفنا كده المقومات الطبيعيه، مناخ، بنتكلم عن المناخ، بنتكلم على تنوع الحياه النباتيه، تنوع مظاهر السطح. كل الكلام دي تعتبر من المقومات الطبيعيه. تمام. اللي بتؤدي لايه؟ اللي بتؤدي لزياده معدلات السياحه وتنوع السياحه او تنوع انماط السياحه. طيب هل المقومات الطبيعيه هتكون كافيه؟ فكر قبل ما اخد شفطه. الاجابه لا. ليه يا مستر؟ هتقول ما انت قلت لنا في اول الحصه. اقول لك لا، مفيش حاجه اسمها ان الطبيعه بس هي اللي كافيه. ما هو معلش الطبيعه اللي احنا كنا عايشين فيها دي كلها، هو مين اللي بوظ الطبيعه؟ الانسان.
طيب ما احنا كده اللي بوظنا ما صلحناش، بس لا. طب ومين اللي اخترع حاجات تفيد الانسان او تفيد البشريه او تفيد الطبيعه او تفيد البيئه؟ برضه الانسان. فاذا المقومات الطبيعيه لازم يكملها مقومات ايه؟ بشريه. يعني انا لو كان عندي موقع جغرافي متميز، عندي تنوع نباتي وحيواني، وعندي مناخ معتدل، وعندي بص الدنيا كلها حلوه جنه بامبا مفيش غلطه، بس ما عنديش اماكن اثريه، ما عنديش تنوع في مظاهر السطح، لا ده طبيعي. ما عنديش قصدي ما عنديش اماكن تاريخيه، ما عنديش اماكن ثقافيه، ما عنديش اماكن للعلاج الطبيعي زي المياه الكبريتيه، فبالتالي مش هيحصل عندي تنوع برضه. هيجي ناس تزورني مره في الثانيه في الثالثه، بس في الاخر انا برضه محتاج مقومات بشريه عشان السياحه ايه اللي يحصل لها؟ تزيد والاعداد تزيد، ويبقى دي البلاد دي او القارات دي هي قارات جاذبه لايه؟ للسياحه. صلى على رسول الله. قال لك لما بصينا على المقومات البشريه لقينا ان احنا عندنا اهم المقومات اللي هو المواقع التاريخيه والاثريه، المواقع التاريخيه والايه؟ والاثريه. قال لك احنا عندنا مناطق الحضارات القديمه، مناطق الحضارات القديمه سواء في قاره اسيا وقاره اوروبا، دي واحده من اهم المقومات البشريه الجاذبه للسياحه. ولما بصينا للقارتين لقينا ان احنا عندنا حاجات عظيمه جدا. يعني انت لو رحت الصين في قاره اسيا هتلاقي عندك السور الصيني العظيم اللي قدام حضرتك ده. لو رحت عندك في اوروبا روح فرنسا هتروح عندك تلاقي برج ايفل. لو رحت عندك اسبانيا هتلاقي قصر الحمراء، قصر الايه؟ الحمراء. ولو رحت الهند هتلاقي قصر اسمه قصر تاج محل، قصر تاج ايه؟ محل. ولو رحت الاردن هتلاقي مدينه اسمها البتراء. ولو رحت ايطاليا هتلاقي مدرج اسمه الكولوسيوم، مدرج الايه؟ الكولوسيوم. وده كان مدرج اصلا روماني، كان للالعاب اللي هي القتاليه اللي هو زي المصارعه. تمام. ودي كانت اللعبه دي كانت مشهوره جدا في قاره قصدي في قاره اوروبا، وبالذات فين؟ في دوله ايطاليا. صلى على رسول الله. طيب قال لك من المقومات برضو البشريه المهمه جدا يا اولاد ان انا يكون عندي تنوع اجتماعي وتنوع ثقافي. قال لك ان قاره اسيا وقاره اوروبا الاثنين بيتميزوا بتنوع اجتماعي وتنوع ثقافي كبير. ولكل ثقافة من هذه الثقافات عادات وتقاليد. يعني ايه؟ يعني كل ثقافة من الثقافات او كل فكر من الافكار دي بيكون له عادة ويكون له تقليد، حاجة لازم نعملها. يعني مثلا زي ما كنا بنتكلم في الدروس اللي فاتت لما اتكلمنا على قارة اوروبا، وقلنا ان من ضمن العادات او التقاليد بتاعتهم ان هم يشرب الشاي بعد الايه؟ بعد الظهر او في وقت الظهر. تمام؟ دي عادة قديمة عندهم او تقاليد عندهم او من ضمن التقاليد اللي عندهم. قال لك كل ثقافة بتضم عاداتها وبتضم تقاليدها. تمام؟ قال لك ده برضو ان هم كمان عندهم تنوع في الفنون، من غناء، موسيقى، رسم، نحت. فعندهم أنشطة تانية وتنوع تاني، يعني عندهم ثراء. طيب قال لك التنوع الاجتماعي والثقافي ده يا مستر هيعمل لي ايه يعني؟ قال لك ده هيوفر لنا فرصة كبيرة ان هم السياح يستكشفوا ايه؟ قال لك الحياه الاجتماعيه والثقافيه اللي هي مختلفه عن بيئتهم. يعني مثلا لو سائح مصري قرر ان هو يروح يقضي شهر ولا حاجه، ولا يروح سياحه يريح نفسه او يتفسح لمده 10 ايام في ايطاليا مثلا، فراح هناك لقى عادات مختلفه. تمام. هنا مثلا نفطر فول طعميه مش عارف ايه جبنه بتاع شيبس الحاجات الحلوه دي، بعد كده على العصاري كده نتغدى طبيخ ورز ويديله العشاء بقى بقيه الغدا ونخش ننام خفاف عشان ايه؟ ما نجيلناش حموضه ونتعب. طب بره لا ما تلاقيش كده، تلاقي مثلا بياكلوا اكل معين، بياكلوا اكل دسم مثلا الصبح في الفطار، وفي الغدا بيبقى الساعه 2، العشاء بيكون الساعة 3 4 5 أقصى حاجة الساعة 6. فتلاقي العيشة مختلفة، الثقافة عندهم حاجات مختلفة برضو، عندهم طريقة معينة للاحتفال، عندهم طريقة معينة للعروض، عندهم طريقة معينة في الموسيقى. تمام. فهتلاقي اختلاف تام. فكل ده هيخلي ان السياح حابب ان انا اكتشف هي البلد دي فيها ايه؟ الناس دي بتفرح ازاي؟ الناس دي بتاكل ازاي؟ الناس دي بتشرب ازاي؟ الناس دي
بتسلي نفسها ازاي؟ الناس دي بتعمل مهرجانات واحتفالات ازاي؟ الناس دي بترقص ازاي؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الرقصات في قارة الرقصات، مش الرقصات، يلا اتكلمنا على الرقصات في قارة اوروبا. طيب فده هيخلي السائح في حالة فضول ان هو عايز ايه؟ يستكشف. طيب قال لك عشان كده تحرص العديد من دول قارتي اسيا وكمان اوروبا ان هم يعملوا ايه؟ يعملوا مهرجانات مختلفة. مهرجانات ايه؟ مختلفة بتعكس ثقافتها وتراثتها. بتعكس ثقافتها وايه؟ وتراثتها. زي ايه؟ زي مهرجان سابورو للثلج. مهرجان اسمه ايه؟ مهرجان سابورو للثلج. ده حصل فين؟ في اليابان. طيب احنا برضو عندنا من الحاجات المهمة ان انا يكون عندي شبكة بنية تحتية. يا مستر يعني البنية التحتية ده يعني ايه؟ يعني يكون عندي مثلا اللهم صل عليك يا نبي، زي شبكة طرق، شبكة صرف، يكون عندي خدمات زي الانترنت، حاجات اللي هي استخداماتنا. يعني مثلا دلوقتي انت تقدر تعيش من غير نت؟ لا. فالسائح اكيد لما يجي هيكون مثلا عايز يكون في خدمات مثلا اتصال، التليفون، النت، الحاجات دي كلها، المواصلات. تمام. فعايز يكون عندك بنيه تحتيه ايه؟ قويه. قال لك في قاره اسيا بتختلف البنيه التحتيه في قاره اسيا من دوله لاخرى، مش ثابته. تمام. قال لك فانت ممكن تلاقي البنيه التحتيه قويه ومتطوره في اليابان والصين. قوية ومتطورة في اليابان والايه؟ والصين. يبقى انت كده عندك الدول اللي عندها بنية تحتية قوية، اليابان والايه؟ والصين. طيب وكمان جمهورية كوريا الجنوبية والامارات، دول بقى الاقل تطورا في دول اخرى. يبقى احنا كده عندنا الدول اللي هي قوية 4 اللي عندهم بنية تحتية قوية. قال لك اللي هم مين؟ يابان وصين. يابان وايه؟ والصين. وبعد كده عندك جمهورية كوريا الجنوبية وعندك الامارات، دول عندهم بنية تحتية قوية من طرق ومواصلات وشبكات واتصالات وكل حاجة. تمام. قال لك بعض الدول التانية الآسيوية عندها البنية التحتية أقل ايه؟ تطورا. طيب قال لك قارة أوروبا، قال لك البنية التحتية هي حديثة في معظم انحاء اوروبا، يعني في معظم اجزائها. في معظم ايه؟ اجزائها. قال لك حيث تربط دولها شبكات نقل واسعه. الدول بتاعت قاره اوروبا بتربطها شبكات نقل ايه؟ واسعه وكمان متنوعه، ما بين طرق سريعه، سكك حديد، مطارات دوليه. وده يساعد على سهوله تحرك السائحين، يساعد على سهوله تحرك الايه؟ السياح من مكان لايه؟ من مكان لاخر. ما انا محتاج البنيه التحتيه، البنيه التحتيه ان انا يكون عندي شبكات طرق وان انا تكون الدول مربوطه ببعضها، فبالتالي ده هيسهل لي عمليه نقل الايه؟ عمليه النقل. فالسياح هنا هيعرفوا ان هم يتنقلوا بكل ايه؟ بكل سهوله، وهيتنقلوا في دول اسمها دول الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الايه؟ الاوروبي. يبقى قاره اسيا احنا عندنا قوه البنيه التحتيه بتختلف من دوله لدوله داخل القاره. فانت عندك دول قويه وحديثه وعندها بنيه تحتيه قويه، انت عندك 4: يابان، صين، كوريا الجنوبيه، وعندك الامارات. وفي بقيه الدول اقل ايه؟ اقل تطورا. طب اوروبا قال لك معظمها البنيه التحتيه فيها متطوره وحديثه. ده كمان عندك الطرق متنوعه ومترابطه، الطرق عندك سريعه، وكمان في سكك حديديه ومطارات. في سكك حديديه وايه؟ ومطارات. وده بيساعد على سهوله الايه؟ بيساعد على سهوله الاتصال والتنقل. سهوله الاتصال والايه؟ والتنقل. الجزئيه بقى اللي هي المهمه، صلى على رسول الله. انا لما بصيت لرقم 4 لقينا العنصر الثاني المهم اللي هو تسهيلات الضيافه والاقامه. تمام. ولما لو ارجع كده افكرك لما اتكلمنا برضو عن العنصر ده وفي درس السياحه في قاره افريقيا، وقلنا ان احنا قاره افريقيا ان معظم مثلا الشعوب في قاره افريقيا هي شعوب مضيافه، بتستقبل الضيوف. بتستقبل الضيوف يعني بتكرم الضيف زي كده المصريين. يعني انت مثلا مصر دي ما تلاقيش في العالم كله جو زي جونا، ان احنا من كرم ضيافه، من مساعده الغريب، من كل الكلام ده كله. في مصر جو غريب، جو كده ما تلاقوش في اي حته. ممكن ما يبقاش يعرفك وتلاقيه بيساعدك،
ممكن تقع في مشكله او في اي حاجه وتلاقي المصري معاك. فحقيقي دي حاجه في طبعنا مش هتلاقيها في العالم كله الا هنا. تمام. قال لك تسهيلات الضيافه والاقامه، قال لك دي بتبقى متمثله في ايه عندي؟ قال لك الفنادق، القرى السياحيه، المنتجعات السياحيه، الحاجات اللي هو بيدور عليها الايه؟ بيدور عليها المكان اللي هو يقيم فيه السائح الفتره اللي هو يكون فيها موجود هنا او موجود في اي بلد في اسيا او في اوروبا. طيب لو رحنا قاره اسيا، قال لك هنلاقي ان كل الكلام ده سواء فنادق، قرى سياحيه متطوره متنوعه في العديد من الدول الاسيويه، وممكن تلاقيها اقل تنوعا في دول تانية. برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الايه؟ في العنصر اللي فات لما كنا بنتكلم على شبكات البنيه التحتيه، قلنا هتلاقيها قويه في دول واقل قوه وتطورا في دول تانية. هنا اهو قال لك متطوره ومتنوعه في العديد من الدول واقل تطور وتنوع في العديد من الايه؟ من الدول برضه، يعني في وفي. طب قاره اوروبا، قال لك لا، هي متطوره في قاره اوروبا. اوروبا متفوقه على نفسها ومتنوعه في معظم الدول الاوروبيه في المعظم. تمام. وقال لك كمان في العديد من السلاسل الفندقيه العالميه. يعني ايه فنادق عالميه يا استاذ؟ يعني الفندق ده ممكن ما تلاقوش اللي هو فرع، ملوش فرع واحد بس في دوله واحده، ده ممكن يكون ليه فرع مثلا في كذا دوله، يبقى ده فندق عالمي. ليه مثلا فرع مثلا في ايطاليا، وفرع في فرنسا، وفرع في اسبانيا، وفرع في المانيا، ليه فروع عالميه، فاذا ده اصبح فندق عالمي. والكلام ده بتلاقيه فين؟ في اوروبا. عشان كده اوروبا بتتميز في العنصر ده اللي هو تسهيل الضيافه والاقامه بالتطور والتنوع. بالتطور والايه؟ والتنوع. طيب دلوقتي في العنصر الثالث او في الجزئيه الجديده من درسنا او في الجزء الثاني من درسنا بنتكلم فيه على حركه السياحه في قاره اسيا وقاره اوروبا. قال لك لما بصينا على حسب الاحصائيات اللي قدمتها منظمه السياحه العالميه اللي هي موجوده في الجدول ده، وهنعلمك دلوقتي ازاي تقرا جدول بالشكل ده. انت طبعا مش هتحفظ كل الارقام دي، بس هي الارقام دي محطوطه عشان تفهم تطور الاحداث او تطور النسب، هل في زياده ولا في انخفاض، في ارتفاع ولا في انخفاض. ده اللي احنا هنبص عليه دلوقتي. قال لك اللي حصل في النشاط السياحي تطور واضح. حصل تطور ايه؟ حصل تطور واضح في قاره اسيا وقاره اوروبا. قال لك في العديد من الدول الاسيويه الاوروبيه، قال لك تعد من افضل الوجهات، يعني من افضل الاماكن السياحيه في العالم. عشان كده هي بتجذب العديد او بتجذب ملايين السائحين، عدد كبير من السياح بيجوا لها سنويا من داخل القاره ومن خارجها. طيب احنا دلوقتي عندنا كام؟ عندك ادي اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، قاره استراليا، مجموعه الجزر المحيطه ايه بها، العالم بقى كله. طيب هو هنا جايب لك بيقول لك ان ده عدد السائحين بالمليون، وهنا النسبه عالميا، وهنا عائدات السياحه دخل لنا فلوس قد ايه، وهنا النسبه في المية. قال لك قاره اسيا بيدخل لها سنويا حوالي 388.5 مليون سائح. ده عدد كبير، يعني هي لوحدها بس بيدخل لها حوالي 26% من عدد السياح عالميا. ده 26.5 كمان، يعني دخل لها كده بالميت من السياحه، بيدخل لها بس فلوس من السياحه 489.7 مليار دولار. السياحه بس، السياحه بس، اسيا بيدخل لها بالسياحه بس 489.7 مليار دولار من السياحه. طيب افريقيا، قال لك افريقيا بيدخل لها 89.7 مليون سائح. يا لهوي، ده فرق السما من العمى. دي 388، قول 389، دي بيدخل لها 89، يعني قول 90 مليون. من 90 مليون سائح يعني في حوالي بتاع 100 مليون سائح، 200 مليون قصدي سائح واكتر طاروا. تمام. طب النسبه عالميا، قال لك 6.1. ايه 6%؟ قول 6% بيدخل لنا قد ايه من السياحه؟ قال لك دي قاره افريقيا كلها، قاره بس، قاره واحده، قاره افريقيا كلها اللي هي 54 دوله، بيدخل لها بس من السياحه حوالي 58 مليار دولار. شايف الفرق؟ دي داخله في ال 500 مليون، او 500 مليون ايه؟ 500 مليار دولار، ودي يا دوبك على 58 مليار بس. ففرق السما من العمى. تمام. قال لك لو بصيت هنا بقى هتلاقي عندك ايه؟ قاره اوروبا.
لو بصيت قاره اوروبا، قال لك قاره اوروبا بيدخل لها حوالي 755 مليون ولا 700، يعني لو شلنا السته دي يا لهوي الحمد لله ربنا ستر، لو شلنا السته دي تمام بقت كام؟ بقت 756 مليون سائح سنويا. يعني هي قاره اوروبا لوحدها بس فيها 51.6%، يعني فيها اكتر من نص سياح العالم، بيجي لها اكتر من نص سياح العالم. بتكسب بنت الذين قد ايه؟ 7 ايه يخرب بيت الرقم مش عارفه، دماغي اتولت من صدمتي بالرقم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني دماغي مش مترجماه. بتكسب 725.3 مليار دولار. يا لهوي، انت عارف دول؟ يا لهوي، يا انت عارف يعني ايه مليار دولار؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا عدي الجدول ده، عديه، الحمد لله الحمد لله. تمام. قال لك طيب لما بصينا لقاره اسيا، قال لك ان قاره اسيا بتاخد المركز الثاني نمبر 2. والله ورخصت يا تفاح. قاره اسيا اللي مطلعه عين اهلي من سنه اولى، كل ما اسمع قاره اسيا رقم واحد، قاره اسيا رقم واحد، قاره اسيا المركز الاول، قاره اسيا المرتبه الاولى، كلها اول. جه الزمان ودار وبقت المركز الثاني. ده فيها اهم دول جاذبه للسياح، قال لك تركيا الاولى، بس الاولى اسيويا مش في العالم. اليابان الثانيه برضه ايه؟ اسيويه. طيب لما بصينا لقاره اوروبا، توب، انا نمبر 1، انا نمبر 1. قعدت سنين المركز الثاني والثالث، بس جه الوقت عليا وبقيت المركز الاول. تمام. عامله زي فرحه صاحبك كده الزملكاوي، يا لهوي اول ما يتصعد يا طيب ايه اهم الدول الجاذبه للسياح؟ قال لك فرنسا. فرنسا بتاخد المركز الاول في اوروبا والعالم، نمبر 1. اسبانيا بتيجي بعديها على طول، المركز الثاني اوروبيا وعالميا. طيب في ايه؟ انت عمال تقول بزهر الزملكاوي كريم زملكاوي بجد والله. طيب عائدات السياحه، الفلوس اللي داخله لنا، قال لك تعتبر من اهم الدول في قاره اسيا الامارات، اللي بتجيب عائدات بتدخل لنا فلوس في القاره، وتركيا. طيب العائدات السياحيه بقى او عائدات السياحه اللي بتيجي من قاره اوروبا، قال لك اوروبا اعلى قارات، اعلى الايه؟ اعلى القارات من حيث العائدات السياحيه. طب مين اهم دوله بتدخل عائدات، بتدخل فلوس، بتدخل عمله صعبه؟ قال لك اسبانيا ثاني اعلى عائدات سياحيه في العالم، هي بتاخد المركز الثاني. تمام. والمملكه المتحده بتاخد المركز الايه؟ المركز الثالث. صلوا على رسول الله. دلوقتي هنتكلم في العنصر الثالث عندنا، اللي هو الجزء الثالث عندنا، ان احنا بنتكلم على مواقع التراث العالمي في قاره اسيا وقاره اوروبا. قال لك قاره اسيا بتاخد المركز الثاني، يعني عليك يا اسيا بقت على طول رقم 2 ما بين قارات العالم من حيث عدد المواقع التراثيه. قال لك عندها 29% من المواقع التراثيه في العالم. وقال لك الصين بتاخد المركز الاول، بس المركز الاول ايه؟ اسيويا من حيث عدد المواقع التراثيه اللي موجوده عندها. باندا، الكرتون بتاع الباندا اللي انت تتفرج عليه، تتفرج عليه وانت عامل نفسك كبير وصوتك خلاص ده، بس انت بتتفرج عليه بالليل اول ما اخواتك وبابا وماما يناموا. تمام. قال لك في محميه اسمها محميه دب باندا سيشوان، محمية دب باندا سيشوان، اسمها ايه؟ سيشوان العملاق. قال لك دي بتضم قد ايه؟ قال لك 7 محميات طبيعية، وفيها 9 متنزهات في الصين. قال لك فيها حوالي 30% من مجموع حيوانات الباندا. يعني دي بتضم حيوانات الايه؟ حيوانات الباندا العملاقة في العالم. هي عندها بس لوحدها قد ايه؟ 30%. وهي من الحيوانات المعرضة للخطر الانقراض. شفت؟ الباندا ده على طول قاعد كده بياكل وبيشرب، ما يعملش اي حاجة، وطول الوقت قاعد بائس، قاعد عامل كده، وده معرض لخطر الانقراض. يعني انت ممكن تلاقي صاحبك كده خلاص ما بقاش موجود، اختفى.
تمام. قال لك وتعتبر من اكتر مواقع العالم في الثروه النباتيه، عندها ثروه نباتيه بعد الغابات المداريه المطيره. احنا عندنا الغابات المداريه المطيره دي هي رقم واحد اصلا، تمام، في الثروه النباتيه. قال لك بتضم اكتر من 5000 نوع من النباتات. يبقى احنا كده عندنا محميات دب باندا سيشوان العملاق، فيها 7 محميات طبيعيه، 9 متنزهات في الصين، بتشيل حوالي او بتأوي اكتر من 30% من دب الايه؟ الباندا العملاقه المعرضه للايه؟ لخطر الانقراض. قال لك تعتبر فيها اكتر مواقع العالم في الثروه النباتيه بعد الغابات المداريه المطيره. قال لك فيها حوالي 5000 نوع من النباتات الطبيعيه. قال لك ايه تاني؟ قال لك في برضو من المراكز التراث الثقافي، قال لك مدينه اسمها مدينه البتراء. قال لك دي تعتبر واحده من اشهر المواقع التاريخيه اللي موجوده في دوله الاردن، حبايبنا اخواتنا، فموجوده في غرب اسيا، وكانت مأهوله بالسكان، فيها سكان في فترات ما قبل التاريخ، وكانت متقسمه لجزئين، نصف تم تشييده اتبنى خلاص، ونصف تاني اتحفر داخل الجبال. قال لك النصف الثاني تم حفره داخل الايه؟ داخل الجبال. قال لك بيختلط فيها تأثيرات التقاليد الشرقية القديمة مع الهندسة اليونانية القديمة. يعني حاجة ميكس كده، حاجة كده شغل المعلم لابنه. طيب قال لك مدينة القدس القديمة وأسوارها، ودي بقى دي تتكبر 100% عشان نحكي الحكاية من قلبنا، نحكي الحكاية من قلبنا. واللي يكرهنا وما يعوزش يسمعها هو حر بقى، هو حر. مدينة القدس دي ليها قيمة كبيرة جدا. ويا ابني لو انت وصلت للحتة او الجزئية دي من الفيديو او الحتة دي من الفيديو ما تقلبهاش. انت لازم تعرف تاريخ المدينة دي كويس قوي، ولازم تبقى فاهم ان هي مش قضية وخلاص، لا دي مهمة جدا 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 جدا، ولازم تفهم وتعرف قيمة المدينة دي. القدس مش مجرد مكان او ارض او جزء من الارض وخلاص، دي تاريخ وهوية وثقافة ودين وكل حاجة. قدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. القدس مش مجرد قضية، القدس دي هي اللي بتضم كل المسلمين في كل العالم، مسلمين ومسيحيين. فبالنسبة لنا القدس هي قضيتنا، ولازم تفهم. اوعى 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 تتجاهل اللي انت تفهم، عشان هم في مصلحتهم ان انت ما تفهمش، وان انت ما تعرفش، وان انت ما تبقاش واعي، وان انت ما تبقاش فاهم، وان انت ما يبقاش عندك لا علم ولا فكر ولا ثقافة ولا عارف هويتك ولا عارف تاريخك. هم مين بقى؟ بتوع بلبن، حسب الله ونعم الوكيل. المهم صلوا على النبي. مدينة القدس هي مدينة لها قيمة كبرى كبيرة جدا في الديانات السماوية ال3، يهودية مسيحية إسلام. قال لك بتضم 220 أثر، يا لهوي. قال لك فيها مسجد قبة الصخرة التي تم بناؤها في القرن السابع الميلادي، تمام، وتنفرد بزخارفها الإسلامية الجميلة اللي بتضم أجمل الأشكال الهندسية وكمان والنباتية. فيها أشكال هندسية وفيها أشكال نباتية. فيها كمان كنيسة القيامة اللي مهمة جدا عند إخواتنا المسيحيين. فيها حائط البراق اللي هم برضو قالوا عليه حائط المبكى، ما هم أساتذة في التحريف وأساتذة في اللعب في التاريخ وأساتذة في التمثيل، تمام. إعلام بلبن جامد جامد. حائط البراق هو الحائط اللي كان فيه طائر البراق اللي صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسماوات، عرج بيه للسماوات، صعد بيه للسماوات العلى. فحائط البراق ده بالنسبة لنا ليه أهمية في حادثة الإسراء والمعراج. في عندك كنيسة القيامة تخص إخواتنا المسيحيين وتخصنا برضو،
تمام؟ لانها مهمه، لان موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل من اللي نبي يصلى عليه. تمام؟ قال لك بتضم كمان فيها مسجد قبة الصخرة، فيها اللي تم بنائها في القرن السابع الميلادي، اللي بتتميز بالاشكال الهندسيه والنباتيه وكل الحاجات الحلوه دي. فمدينه القدس دي مدينه مهمه 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 مهمه، ومش هنسيبها. ليه؟ لانها مش مجرد ارض، دي تاريخ ودين وثقافه وكل حاجه فيها. ده كفايه ان راح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد بها للسماوات العلى، اتولد فيها السيد المسيح عليه السلام، وبإذن الله هترجع. طيب قارة أوروبا، قال لك قارة أوروبا بتحتل المركز الأول ما بين قارات العالم، لا من حيث مواقع التراث العالمي. قال لك فيها مواقع تراث عالمي بنسبة 40%. قال لك إيطاليا بتاخد المركز الأول أوروبيا من حيث عدد المواقع التراثية. دلوقتي عندنا في أوروبا حديقة وطنية اسمها حديقة فاتنا كوكول. قال لك دي تعتبر منطقة بركانية شهيرة، فيها 14% من مساحة أيسلندا، بتضم 10 براكين مركزية، فيها 10 براكين. يبقى فيها كام بركان؟ فيها 10 براكين فيها 10 براكين. معلش بقى بعد الفطار خلاص، كلها كام يوم ورمضان والله بدري 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 يا شهر الصيام، ولقيت فرحة وهننام بقى وهنتبسط واجازة وارتاح منكم. تمام؟ خلينا نركز. تمام؟ وقال لك فيها 8 تحت الجليد، يبقى فيها 10 براكين مركزيه، 8 تحت الجليد، و2 منهم ما بين انشط البراكين في ايسلندا، يعني 2 منهم نشطاء خلاص يعني على تكه، وينفجروا وتحصل بلاوي زرقاء بقى. قال لك المنطقه دي بتتميز بالفيضانات المفاجئه الناتجه عن حدوث انهيارات جليديه. بسبب ايه؟ بسبب حدوث صورانات بركانيه، وادى الحدوث المتكرر للظاهره دي، ظاهره الفيضانات، الى ظهور سهول رمليه او كمان اوديه فريده من نوعها. ده خلاه جه في مصلحتنا، ده جه ايه؟ في مصلحه قاره اوروبا، ان هو بقى عندها سهول رمليه واوديه فريده من نوعها. بص، فده كمان هيبقى ايه؟ هيزود النشاط السياحي وهيجذب السياح. طيب قال لك برضو عندك المساكن المعلقه حول جبال الألب. قال لك دي بتوجد في 6 دول اوروبيه: المانيا، ايطاليا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا. قال لك بتضم موقع بقايا مستوطنات بترجع للعصور ما قبل التاريخ. اتبنت المساكن دي على ضفاف البحيرات والانهار والاراضي الرطبه. تمام؟ وكانت موجوده، اللي كانت موجوده في الايه؟ في الفتره دي. يبقى المساكن المعلقه حول جبال الألب دي موجوده في كام دوله؟ في 6 دول اوروبيه: المانيا، ايطاليا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا. بتضم مواقع بقايا مستوطنات، بقايا اماكن او مساكن لناس كانت بتعيش في الوقت ده في عصور ما قبل التاريخ. وقال لك المساكن دي اللي هي زي دي كده اتبنت على الضفاف، وموجوده في كام دوله؟ موجوده في 6 دول. قال لك في مدينه البندقيه. المدينه دي مدينه ايطاليه، اتاسست في القرن الخامس الميلادي فوق ارخبيل. انت عارف يعني ارخبيل؟ يعني عده جزر بتتكون من 118 جزيره صغيره المساحه، صغيره. قال لك المدينه دي تحفه هندسيه، حاجه كده روعه. تمام؟ قال لك المدينه دي تحس ان هي تطفو يعني كانها عايمه، تمام، على مياه البحيره. لا تمثل مشهد طبيعي جذاب لا ينسى، ألهم جماله الفنانين والمبدعين، بيروحوا يرسموا هناك ويرسموا المدينة دي. بص يعني مدينة جميلة، تحس كده ان انت شايف المباني كأن المباني دي عايمة على المية، عايمة على مية البحيرة. فده بقى ألهم الفنانين والرسامين. وبص، والليلة الكبيرة قوي سعادتك والعالم كبيرة. في الجزئية دي بنتكلم على المشكلات اللي بتواجه السياحة. قال لك السياحة بتواجه عدة مشكلات، أولهم إن إحنا بنتكلم عن حاجة اسمها التقلبات الاقتصادية والأحوال المناخية المتطرفة.
تمام. ولكن كل قاره بيكون لها مشاكل الخاصه بيها، يعني دي المشاكل بوجه عام في القارتين اللي هم دول تقلبات اقتصاديه واحوال مناخيه متطرفه، وفي اشكال بشكل خاص كل قاره بتنفرد بايه؟ بمشاكل خاصه بيها. قال لك لو بصيت عندك في قاره اسيا، قال لك ان انت بتلاقي عندك ضعف في شبكات البنيه التحتيه والتنقل الجوي في العديد من الدول. قال لك زي ايه؟ قال لك زي دوله اسمها كمبوديا، افغانستان، اليمن، كل دي دول عندها ضعف في شبكات البنيه الايه؟ التحتيه. فبالتالي ايه زي ايه المشاكل دي؟ قال لك برضه في مشاكل تانية زي صعوبه الحصول على التاشيرات. صعب ان انت تحصل على تاشيرات سياحيه. ارتفاع تكاليف الرحله السياحيه، فلوسها كتير. ضعف الحملات التسويقيه، مفيش تسويق للسياحه. فبالتالي ما حدش هيجي لك، فانت لازم تسوق زي مثلا ما احنا كده كمدرسين بنبتدي كل واحد فينا يسوق لشغله. مش عيب. انت بتسوق لشغلك، بتجتهد عشان تعرف الناس بيك وعشان تفيد الناس. تمام. فكلنا هنا ايه؟ بنسعى. برضو في السياحه نفس الكلام، مفيش حملات تسويقيه. في كمان مشاكل سياسيه في بعض الدول. تمام. زي لبنان فيها حرب، العراق كان فيها حرب ولسه ما زالت، افغانستان فيها مشاكل اهليه وصراعات وحروب واديله ادي. طيب قاره اوروبا قال لك فيها ازدحام شديد في العديد من المدن السياحيه. روما زحمه جدا، باريس. قال لك مع ان دول عواصم دول اصلا، والمفروض عواصم الدول دي الواحد يبقى بينبسط ان هو بيزور، بس ناس كتيره قوي لما راحوا هناك وشفنا كذا اللي هم اللي بيعملوا اسمها ايه دي؟ انتوا بتسموا لي مين دول؟ بلوجر مش عارف ولا ايه؟ تمام. اللي سافروا هناك قال لك ان المدن دي مش عارف مال بقي في ايه، بس ماشي. قال لك ان المدن دي مشهوره مثلا بكثره السرقه، فيها سرقه كتير. اكتشفوا مثلا ان هم بيرموا زباله في اي حته، عصابات بتاع. فمش شرط ان هي تبقى العاصمه فان هي تكون احلى حته في المدينه، او قصدي احلى حته في البلد او احلى مدينه في البلد. لا، ممكن يكون فيها ازدحام شديد، فيها مشكله زي مثلا روما بايطاليا، باريس بفرنسا، برشلونه باسبانيا. تمام. طب ده هيترتب عليه ايه؟ هينتج عنه ايه؟ قال لك حدوث ضغط كبير، هيحصل ضغط على البنيه التحتيه. فبالتالي هتتدهور الموارد الطبيعيه بسبب كثره زيارات كتير، وفي رحلات سياحيه كتير. ارتفاع معدلات انبعاثات الكربونيه بسبب ايه؟ بسبب رحلات السفر. مش رحلات السفر دي انا بسافر بطياره وبعد كده بسافر وعربيات وتنقلات وفي عوادم، يعني في ثاني اكسيد الكربون، ففي انبعاثات كربونيه، فده برضه هيزود لي طينه بله. قال لك برضه في عدم استقرار سياسي وامني في بعض المدن السياحيه. طب ايه السبب؟ قال لك بسبب الحروب. زي ايه؟ زي الحروب اللي حصلت في الفتره الاخيره اللي هي الحروب الروسيه الاوكرانيه. كم من طلابنا المصريين حبايبنا ربنا، في منهم اللي لسه راجع لاهله الحمد لله، وفي منهم اللي لسه، اللي كانوا بيدرسوا في روسيا او كانوا بيدرسوا في اوكرانيا، وحصل البلاوي وحصل الحروب الروسيه الاوكرانيه، العالم كله اتاذى بسببها. فالحروب دي بتاثرش على الدوله بس، بتاثر على العالم كله. طيب قال لك ايه الجهود اللي بتبذلها الدول الاسيويه والاوروبيه عشان تواجه المشكلات دي او تحل المشكلات دي؟ قال لك ان هي بتبتدي تبذل مجهود كبير. قال لك عشان تبتدي تواجه مشكلات الايه؟ مشكلات السياحه، وتحقق في نفس الوقت التنميه السياحيه، ان هي تزود السياح. قال لك ان هي ابتدت ان هي تتوجه الى السياحه المستدامه، ان هي تقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وفي نفس الوقت تعتمد على الطاقه النظيفه. تشجع السياحه البيئيه، ان هي تضع قواعد صارمه شديده جدا لممارسه السياحه، وفي نفس الوقت ان انا احافظ على البيئه ما تضرليش البيئه. تحديث وتطوير البنيه التحتيه، استخدم وسائل نقل صديقه للبيئه عشان برضو ايه؟ ما اضرش البيئه. اطلاق نظام التاشيره الالكترونيه، ما يطلعش عين اهلي عشان اطلع تاشيره سفر سياحه. طيب زي ما حصل في بعض الدول في الامارات وتركيا، ابتدوا يسهلوا وطلعوا نظام جديد اسمه نظام التاشيره الالكترونيه، وانت قاعد بالتليفون كده اهو بتطلع التليفون بتحجز التاشيره وكده بيجي لك الموافقه او بالرفض او ايا كان بقى. تمام. قال لك السعي لتطبيق التاشيرات الموحده بين مجموعه دول، يعني بدل ما كل شويه اعمل تاشيره لدوله معينه، لا احنا نشوف الدول اللي هي جنب بعض واللي يقدر من خلالها السائح يتنقل من مكان لمكان، ونعمل مثلا لكل مجموعه من الدول اللي هو بجوار بعضهم او بجانب بعضهم نعمل لهم تاشيره واحده. مصر عملت العديد من المشروعات
اللي بتستهدف التطوير المناطق السياحيه، وابتدت تجذب العديد من الايه؟ من السياح او العديد من السائحين. قال لك زي ايه؟ قال لك زي مشروع مراسي في البحر الاحمر، مشروع رأس الحكمه، ومشروع المتحف الكبير اللي مصر اساسا بتحضر له من ايام 2010 ومن قبل 2010 في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، واللي افتتح في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وبكده يا اولاد احنا نكون الحمد لله بفضل الله خلصنا درس السياحه. بس ما تنساش الحته الاخيره دي مهمه مهمه، عشان لازم اقول لك حاجه مهمه مهمه مهمه. بكده احنا نكون خلصنا الدرس الثالث في الوحده الثالثه النشاط السياحي. احنا كده عملنا اللي علينا اهو، اعمل بقى انت اللي عليك، لايك شير سبسكرايب، دلعنا. وما تنساش تتابع قناه الواتساب. سلام.